صباح الخير. خلوني النهارده اتكلم في موضوع هو هيهم الشركات الخليجي اكتر يعني. تمام. وهتكلم في الموضوع ده من مش منطلق قراءات، لا ده من منطلق خبرتي، يعني خبره سنين طويله في الشركات الخليجي والسوق الخليجي. موضوع الجنسيات، اللي بتبقى موظفين يعني، وجنسيات الموظفين في الشركات. تمام. طبيعه العمل في الخليج والشركات في الخليج هم طبيعه العمل اننا بيبقوا محتاجين ان هم يعينوا جنسيات مختلفه في وظائف مختلفه. تمام. فلما حضرتك تروح تخبط على شركه وتلاقي في جنسيه موظفين غالبه على جنسيات تانية، فاعرف ان الشركه دي فيها مشكله. تمام. الموضوع يا جماعه، والتعيينات الجنسيات المختلفه مش بتعتمد فقط على الكفاءه فقط، لا، في عوامل تانية مؤثره. الكفاءه طبعا مهمه. سمات الجنسيه اللي انت حضرتك عايز تعينهم برضو دي مهمه. انا هتكلم عن الموضوع بتفصيل شويه. السمات مهمه. تمام. الامكانيات، لان في امكانيات وفي طموحات عند الناس من بعض الجنسيات بتاثر على الشغلانه ازاي. طيب. في بعض المهام خلينا نقول طبقه الشغيله، الوركرز. تمام. في ثلاث اربع جنسيات معروفين تقدر تحطهم في الموقع، في المصنع. امكانياتهم مناسبه للشغلانه ديت. تمام. فده ثلاث اربع جنسيات لازم انت حضرتك تكون عارفهم. بس ما تجيش عندك في مصنع مثلا او في موقع يبقوا جنسيه واحده بس، هيبقى عندك مشكله. هيبقوا مترابطين مع بعض، متفاهمين جدا مع بعض. انت حضرتك متخيل ان تفاهمهم وترابطهم ده ميزه للشغل. هو ميزه بس عيوبه اكتر. لما يكونوا مترابطين قوي مع بعض، الموضوع هيوصل ان هو هيكون لوبي بقى، وهيداروا على بعض، هيحصل مشاكل وانت حضرتك مش هتعرفها. فدي هتبقى في مشكله. فدي اول طبقه اللي هي طبقه الوركرز دول. في شغلانات تانية محتاجه فنيات اعلى. ناس شاطره في الشغلانه، ناس كانت بتذاكر يعني. تمام. ناس شاطره في الكليه وعندها مهارات وعندها خبرات. فهتلاقي ثلاث اربع جنسيات مناسبين للموضوع دوت، والجنسيات دي انت تقدر تعتمد عليهم في الشغل بكل اريحيه، وعارف ان هم هيكونوا في ظهرك في وقت الزناقات، هيكونوا في ظهرك. خلي بالك في جنسيات تانية الراجل كله طموحه ان يشتغل من 9 ل 5. لو انت طلبته الساعه 5 ونص مش هيرد عليك في التليفون. هو طبيعته كده. تمام. هو سلامه النفسي ومزاجه مهم. هو سقف طموحه ان هو يشتغل لحد الساعه 5 ياخد مرتبه. وما عندوش مانع في بعض الجنسيات، ما عندوش مانع ان هو يكون هو عنده شهاده ما، متخرج بشهاده ما، ان هو يشتغل في وظيفه اقل من الشهاده بتاعته. ما عندهمش اي مشكله. لو سالت تقول لك لا، دي شغلانه ما فيهاش مسؤوليات ومناسبه ليا. في جنسيات كده انت بتشوفها. طيب. في جنسيات تانية تقدر تعتمد عليهم في الحته اللي فيها الكوميونيكيشن سكيلز والنيجوشيشن سكيلز، وبيكون مظهر كويس للشركه، واجهه كويسه للشركه، مطروحه للعملاء حتى حتى مع اهل بلدك هم بيبقوا متقبلين. تمام. يعني يقدروا ان هم يتفاوضوا معاه، يتكلموا معاه عادي بكل اريحيه. انما ما تجيش جنسيه مختلفه، ما بيتكلمش نفس لهجه البلد ديت، ما يعرفش عربي، وتحطه وتقول له كلم العملاء وابتدي يتكلم معاهم عادي وخلاص. ممكن العملاء يرفضوه، او يبقى في حاجز، في بارير كده بينه وبينه، بين العميل وبين الراجل ده. تمام. في جنسيات انت تقدر، لازم حضرتك تبقى عارف ان سقف طموحه ممكن يوصل ان انت تعتمد عليه. ممكن يوصل يكون دايركتورز، يبقى نائب مدير عام، ممكن يكون في يوم من الايام سي او. في جنسيات تانية مستحيل مهما عملت معاه، هو طموحه ما بيوصلش لكده. تفكيره بينه وبين نفسه وهو قاعد ما بيوصلش ان هو يكون مدير عام شركة او دايركتور. هو مش حابب كده، او مش امكانياته مش كده. فيا جماعه، اختيار الجنسيات مهم جدا. ما تحاولش ما توصلش لدرجه ان انت يكون عندك لوبي من جنسيه ضد جنسيه تانية. وما تتخيلش ان العامل الوحيد هو الكفاءه بس. لازم تعرف الفروق الفنيه والفروق والسمات الشخصيه، الجنسيات المختلفه، علشان تعرف تتعامل مع موضوع التوظيف كانه عامل زي الطبخه. فيها انجريدينتس، فيها مكونات. لو في مكون طغى على مكون تاني، انت حضرتك هيبقى عندك مشكله. ولما يكون عندك اداره فيها مدير، والمدير دوت بيستسهل ان هو يعين الجنسيه بتاعته، لا، قول له ستوب، تعالى قول لي ايه كرايتيريا. اقعد معاه قول له ايه الكرايتيريا اللي انت
حاططها اما تيجي تعين الناس دي؟ وليه بتعين الجنسيه دي بس كده؟ يعني اساله كده سؤال واضح وصريح بدون زعل يعني. انت ليه بتعين الجنسيه بتاعتك فقط؟ هل هم بس هم دول الوحيدين اللي في العالم اللي بيعرفوا يعملوا الشغلانه دي؟ لا، لازم يبقى فيه تنوع. انا في شخص واحد بس يا جماعه، ده اللي انا اتعاملت معاه، يعني ممكن اكيد في اشخاص زيه. في شخص واحد بس كان مديري السابق، ربنا يمسيه بالخير، المهندس محمد العتربي. الاداره بتاعته الوحيده اللي ما كانش عنده فيه المشكله دوت. كنا في 3 4 5 جنسيات عنده، وهو اللي مختارهم وهو اللي معينهم. ما كانش عنده مشكله خالص في اختيار الجنسيات. كان بيختار بالكفاءه طبعا، كان بيبقى عارف الفوارق ما بين الناس، وكان عامل تنوع في الاداره جميل جدا. فما كانش فيه حته اللوبي دوت. في ادارات تانية كان بيبقى فيها اللوبي ده، واللوبي ده قوي جدا. انما هو ما كانش عنده الموضوع ده، ربنا يبارك له يعني. تمام. بس دي الافكار اللي جت في دماغي. الموضوع محتاج شويه تركيز، شويه تنوع. التنوع مهم لحضرتك ولنجاح شركتك، وما يتاخدش سمعه او ايمج عن شركتك ان هي دي الشركه اللي فيها الجنسيه دي اللي غالبه. تمام. التنوع مهم ليك، والتنوع هيفيد شغلك، والمهارات والكفاءات الكتيره والمتنوعه هتفيد شغل حضرتك. والسلام عليكم.